بسم الله الرحمن الرحيم، وبها نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وطلباتكم اوامر طبعا. طلبتوا مني عايزين فيديو تشجيعي ومحفز كده، ما اقدرش اتاخر عنكم طبعا. معلش، بيبقى فيه اوقات انا ما بقدرش اقدم كل الفيديوهات الروتينات. فيعني حماتي كانت في بيتها وجابت معاها يعني اللجوم معاها، فانا ما اقدرش طبعا كنت اعمل اي حاجات من دي. يعني الفيديوهات اللي فاتت دي زعلتكم، وانا ملاحظه ان مفيش تعليقات، مفيش تفاعل مع الفيديوهات خالص. يعني عايزين كله روتينات، عايزين كله قطم وسط. فالصحه مش مساعده، فسامحوني معلش، حقوق عليا لو يعني بفوت فيديو ولا اتنين كده اهوت مثلا، مش تنظيف او حاجات زي كده، فمعلش اعذروني. وارجو ان يعني ارجو ان انتوا تتقبلوني في كل حالاتي، زي ما انا بتقبل اي تعليقات بتجيلي، اذا كانت سلبيه ولا كانت ايجابيه بتفرحني، حاجه بتزعلني، بقبل منكم كل حاجه. فانتوا تقبلوا مني بقى ايه يعني، معلش كل حاجه روتينات بقى، فلوجات، زيارات. فلازم انوع عشان برضو بحسش ان انتوا هتملوا من حاجه زي كده. فلما يبقى تنظيف على طول مثلا او كده، وانا قبل كده قلت لكم انا ناويه ان شاء الله هعمل حاجات كتيره في البيت هنا، بس كل حاجه بوقتها. وربنا يسهل اللي انا هعمله. عايز تجهيزات وعايز حاجات كتير ان شاء الله، يعني اذا كانت ماديا ولا صحيا. فانا قبل ما يعني اعمل اللي انا ناوي اعمله معاكم ان شاء الله الايام اللي جايه، بجهز نفسي لحاجات زي كده، وبجهز لكل حاجه ان شاء الله هتشوفوها هترضيكم وهتعجبكم باذن الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. احبكم في الله، ويا ريت ما تنسونيش بدعوه منكم حلوه كده بتفرحني وبتقويني. ويلا نشوف النهارده عملنا ايه. اول حاجه يعني انا شلت المراتب هنا طبعا، يعني ناويه في الايام اللي جايه ان شاء الله من وقت للتاني كده هطلع المراتب بره عشان تتهوى، لان يعني انا طلعتها مره لقيتها ايه، نفشت وكانت ريحتها جميله بصراحه، غير البيت الاول كان ريحه الكمكمه فيه ومطرح ما مقفول ومهجور وكده. فانا قلت ان شاء الله يعني من وقت للتاني كده هطلعهم بره يتشمسوا، لان الشمس بتقتل اي بكتيريا، اي ميكروبات، اي حاجه. وبالمره شايك تحت السرير لو في فرفور معدي كده ولا كده ولا حاجه. بس الحمد لله، يعني من ساعه ما بقينا في البيت هنا موجودين. وعايزه اقول لكم يعني جوزي مش طايق نفسه خلاص، انا عندي حر لا يطاق. يعني الشقه عندي عشان الشبابيك على مناور، ف يعني كاتمه، مش قادره اقول لكم. فهو مش طايق خلاص يقعد هناك، عايز يجي يقعد هنا. فقلت له انت حر. الحمد لله البيت يعني نضف، وعلى قد ما بقدر اهو شغاله فيه، وانا عملت فيه حاجات هتشوفوها الايام اللي جايه. انا مخزنه عندي كام فيديو هتشوفوهم هيعجبوكم قوي، وهتشوفوا حاجات هتحفزكم بجد بقى. يعني كل ده لعب عيال. فالعشاء النظافه بقى والحاجات اللي على العيار التقيل هتشوفوها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هتحفزكم بجد، هتخليكوا لو واحده يعني حماتك جنب منك ولا مامتك ولا اختك ولا كده، هتتنشطي كده وهترمي الكسل ورا ظهرك، وهتعملي عمايل، هتتشقلبي كده في قلب اوضه الطبيخ ولا وهتعملي طبعا. كان بيجيلي تعليقات، كان يعني مش عارفه دلوقتي التعليقات قلت ليه، بس مش مشكله. يعني كنت بسمع ان لما مثلا واحده تقول لي والله انا شفت الفيديو بتاع البوتاجاز، قمت اكلت البوتاجاز كده هوت وضحكت وعملت فيه عمايل ومش نشطيني كده، خلتني قمت اكلت الدنيا اكل. كنت بفرح جدا بالتعليقات دي. ف بشكر كل اللي دعالي دعوه، متشكرين يا منى منك جدا حبيبه قلبي وحبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ويديك الصحه والعافيه ويشفيك يا رب، ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب.
ف انا زعلانه عشان في ناس مشت من هنا وراحت لي على التيك توك وما رجعتش هنا تاني. انا زعلانه جدا، قلت يا ريتني ما جبت سيره يعني المنصات التانية دي. بس ماشي الحال، يعني التانية مش ناقصة مشاهدات ما شاء الله طالعة، يعني المشاهدات فيها واحد جايب بسم الله ما شاء الله 5 مليون والتاني 7 مليون بس بتبقوا زي قلتهم. يعني المشاهدات التيك توك ما فيهاش ربح. طبعا انا كان هيبتدى يدخل لي فيها ربح ايام ما كنت بفتح فيها لايفات وكده، بس سمعت كلام بقى، ويعني جوزي كان غير راضي عن حاجه زي كده، فانا طبعا ايه اشتريت دماغي ومرضيش ازعل جوزي، فقفلت الموضوع ده من اساسه. بس يعني انا ما كنتش بظهر انا بنفسي، كنت حاطه صوره يعني واحده كده قاعده بتقرا في قران، ما كنتش انا اللي بطلع في اللايفات. بس ابتدى كان هيدخل لي منها ربح، وكان الحال مشى، والداعمين ابتدوا يعرفوني وكانت ناس محترمة جدا. يعني اللي بيدخل المجال ده غير اللي بيبقى سامع عليه من براه. يعني انا قبل ما ادخل فيه كنت برضو واخده فكره وحشه جدا عن اللي بيدخلوا في المنصه دي ولا انا عمري ما اعمل كده. فانا لما اتحطيت في نفس الموقف لقيت الحياه حلوه، وفي ناس محترمه كتير بتعمل الموضوع ده، وناس محترمه كتير بتدعمها وكده. بس انا يعني لقيت الموضوع مضايق جوزي جدا، فانا قلت لا، طب وعلى ايه انا اجيب لنفسي وجع الدماغ وجوزي يفضل في شغله؟ يا ترى يا هل ترى حد عاكسها، حد مش عارفه ايه. انا جوزي غيور جدا، يعني مش قادره اقول لكم. فانا كان الموضوع انا كنت متعلقه بيه جدا بصراحه، لان كان ابتدى ربنا هيفتحها عليا في حاجه. انا كان نفسي ربنا يفتحها عليا في المجال اللي انا فيه ده من اي منصه بقى. فانا ولا لاقيه هنا فتح، يعني ما فيش حاجه هنا خالص، معدم. وبرده في الفيس هكذا المشاهدات معدمه. فانا لقيت نفسي بصراحه في التيك توك قوي، وكان الحال اللي ابتدى يمشي. بس رحت انا بقى ايه، قفلت الموضوع بالضبه والمفتاح عشان خاطر جوزي وعشان ما زعلهوش و... والحمد لله انها جت على قد كده. فمش كل حاجه الفلوس على فكره، يعني راحة البال جيب الدنيا والله. فانا قلت لا، انا اشتري راحة بال جوزي، ان هو يبقى في شغله كده ومطمن وقاعد. كان يعني هو خلي بالكم بصوا، كان بيبقى معايا طول الليل في اللايفات دي، قاعد معايا في اللايف، شايف مين داخل عندي ومين بكلم مين وبعمل مين. كان ما كانش بينام، يعني هو بيبات في شغله بس وانا قدام منه طول ما انا فاتحه اللايف هو معايا في اللايف، وانا عارفه ان هو معايا وباصص عليا بس هو مش مرتاح نفسيا. فانا قلت وعلى ايه بقى، ورحت قافله الموضوع من اساسه، والحمد لله على كده وربنا كريم بقى يكرم من ناحيه تانية ان شاء الله. بعد عمر طويل بقى. يلا، هو بقول ان الواحد بيسلي نفسه في حاجه، يعني بدل ما ايه، يعني وقت الفراغ هنعملوه في ايه وكده. بس عايزه اقول لكم برضو اللي عامل المجال ده ما تخليش حاجه زي كده تنسيكي ذكر الله، ما تخليش الوقت يسرقك، لان احنا على بال ما بنعمله فيديو واحد، سيبك من التصوير والكلام ده، على بال ما بتمنتجي وبتقصي وتلزقي بتاخدي لك 4 5 ساعات عشان تطلعي مثلا فيديو منك مظبوط. في حاجات مش عايزه تبينيها وتقصيها، وحاجات عايزه تظبطيها وعايزه مش بياخد منك ساعات. يعني انا فعلا حرام الوقت. فما تخليش حاجة زي كده تسرقك من ذكر الله ومن صلاتك، ومن لازم تخلي فيه ورد كده في يومك. يعني خصصي وقت من يومك تقري فيه شوية في المصحف، ان شاء الله صفحتين. مهم وشك يبص كده في المصحف، تفتحي المصحف وتقعدي ان شاء الله تقري صفحتين، تدعي ربنا شوية كده بينك وما بينه، تستغفري حبة. كل الحاجات دي ما تخليش لهو الدنيا والحياة والحاجات دي كلها تنسينا حاجة زي كده. انا بقول لكم الكلام ده لان انا فعلا جه وقت عليا انشغلت، ربنا يسامحني، انشغلت شوية في الحاجات دي من كتر ما انا عايزة اوصل وعايزة مش عارفة ايه وعايزة اعمل ايه، ما كنتش بنام. فكنت حتى الصلاة اللي انا بصليها بصلي وعقلي في عايزة اقوم اعمل كذا، عايزة اقوم اخلي كذا، مش عارفة ايه، ربنا يسامحني يعني. فالحمد لله، يعني دايما نقوله يا اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب. ويعني اللهم ارزقنا حسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دايما نقولوا الدعاء دوت، ربنا هيعينكم ان شاء الله على اي حاجه تعملوها.
ويعينكم كده على ذكره وشكره، وربنا يتقبل من الجميع يا رب، وربنا يحسن ختامنا. الواحد اللي بيسمعوا اليومين دولت عن يعني شباب في عز شبابهم كده بيهب بيطبوا ساكتين، يعني ربنا يرحمهم ويسامحهم. فوالله الدنيا دي فعلا لا تسوى جناح بعوضة. فربنا يحسن ختامنا كلنا اجمعين يا رب، ويشفي كل مريض، يعفي عن كل ألم، وينول كل واحد اللي في باله، ويكرمكم كلكم اجمعين. ارجو ان انا ما كنتش رغيت عليكم النهارده كتير. فاستنظروني بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، هتشوفوا حاجات حلوه، هتشوفوا حاجات جديده ان شاء الله بقى ما عملتهاش معاكم قبل كده. بس يا رب ما اسمعش ما اخدليش كلمتين زي اللي باخدهم كده في لان هتشوفوا مناظر صعبه شويه. انا اول ما جيت هنا كنت المفروض عملت حاجه زي كده، بس انا قلت لكم كل حاجه في وقتها وكل حاجه في ميعادها. انا بعمل معاكم اهو حاجه حاجه، مش عايزه اعمل حاجه من ورا الكاميرا مثلا واعيد لكم عليها وهي نظيفه. بطلع لكم كل حاجه بطبيعتها، وعشان انت لو وراكي حاجه كده ولا كده تقومي تتنشطي تعمليها. حتى لو كانت ساعات الواحد لما بيشوف الحاجه مثلا تكون مواعين قد كده بيبقى مكسل يعمله، حاجه متوسخه قوي بتبقي زهقانه مش عايزه تعمليها، نفسك مسدوده. فانتوا لما هتشوفوا ان شاء الله اللي هتشوفوه الايام اللي جايه هتتنشطوا كده وهتعملوا كل حاجه حلوه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسونيش باللايك واشتراك منكم حلو كده. واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم ونشطكم، وتكونوا كده استفدتوا منه اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.